ياسر ان العصافير وهي بتعمل شغلها مبسوطه جدا وفرحانه، مش زعلانه زي ما هو كان زعلان من الواجبات ومن المدرسه. فكر ياسر وقال: ايه ده؟ امال انا زعلان ليه ان انا ورايا شغل؟ طب ما العصافير اهي بتعمل شغلها يا جماعه وهي مبسوطه ومش متضايقه وعندها واجبات كتيره، وكمان في خطر اهو، في صياد عايز يصطادها، مره تهرب من الصياد ومره تروح تجيب اكل لعيالها. يعني معنى كده ان مفيش ولا كائن ربنا خلقه على الارض مرتاح وما عندهوش واجبات. كل الكائنات عندها شغل بتعمله وعندها واجبات، والاسد كل الحيوانات وكل الكائنات عندها واجبات بتعملها. ساعتها الادب بيدافع على اصحابه عشان هو ملك الغابه، عشان هو ملك الغابه بيحمي الحيوانات اللي موجوده في الغابه. بيهاجم الدابه عشان يجيب اللحم. تمام. ولازم يوفر الاكل ليه ولاولاده الصغار، صح يا مس؟ صح. فهو قال الفرق بين العصافير وبيني ان العصافير بتعمل شغلها يا تالين وهي سعيده، لكن انا كنت متضايق